حظر الشريعة الإسلامية في ولاية تكساس. حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت وقع قانون جديد يسمى HB 4211 قبل يومين. هذا القانون يحظر بناء مجمعات سكنية حسب الشريعة الإسلامية، أو بسموها شريعة كومباوند، على غرار الكومباوند اللي تم بناؤه في مقاطعة كولن واسمه إيبك كومباوند. هذا الكومباوند تم بناؤه من قبل المطورين ليكون مجمع للمسلمين. بيقول القانون إنه هذا المجمع كان يهدف إلى بيع هذا العقار والسكن فيه فقط من قبل المسلمين، وعدم عدم القدرة على بيع هذه الشقق لغير المسلمين. والآن القانون بيفرض إنه هذه الكومباوند إنها لا تبنى في ولاية تكساس إلا حسب القوانين المحلية اللي بتميز طبعا بين المشترين والساكنين حسب العرق وحسب الدين وغيرها من هذه الفروقات. إذا الآن المطورين لهذا الكومباوند اللي هو الإيبك بيقول لك إحنا لا، كنا بنسمح إنه في ناس تانيين يسكن في هذا الكومباوند، وإنه هذا القانون الجديد تم توقيعه هو قانون يعني يستهدف المسلمين ويستهدف المطورين في هذا المجال. إذا الآن حظر هذه الكومباوندات التي تستهدف فقط أن يسكن فيها طائفة معينة أو دين معين في ولاية تكساس.